لا تسلقيها ولا تحمريها، بخلطة إيمان اعمليها، هتبهرك، خلطة تحفة، هتنبهري. شوية خضار كده، فلفلاية حمرا على فلفلاية خضرا وبصلاية وفصين توم، واضربي وطماطمايه كمان، واضربيهم في الخلاط او في الكبة، والبهارات بتاعتهم ملح وفلفل، ونص معلقة زعتر، نص معلقة قرفة، نص معلقة كزبرة ناشفة. يا سلام على الريحة والطعم، حاجة كده من ورا الخيال. وتبلي بقى، تتبليها بقى قبلها بيوم، تتبليها قبلها بساعتين، قبلها بنص ساعة، قبلها ب10 دقايق، صدقيني نفس النتيجة، نفس النتيجة التحفة المبهرة. الصينية دي هيطلبوها منك كل يوم، هتاكلي صوابعك ورا وهتشوفي الجمال. بصي بقى، تبلي من فوق ومن تحت وتحت الجلد وكل حتة فيه. معلش يا ولاد سامحوني، انا اللي بصور، ايد بتصور وايد بتتبل. الستاند بتاعي اتكسر. حمارتي العرجة اتكسرت. انا اللي بصور بقى، معلش سامحوني لو التصوير مش قد كده، انا بجتهد والله. بصي بقى، تتبليها كويس، وبعدين مفيش قعدت 10 دقايق، كنت مستعجلة هو 10 دقايق لان الفكرة جات لي في اخر لحظة. كنت هسلقها بصراحة، ورحت بعد كده غسلتها وقطعتها. قطعت الفرخة على 8 قطع، كل ربع 2 كده. بعد ما تبلتها وقعدتها 10 دقايق، نفضتها من التتبيلة، والتتبيلة دي حطيتها في الصينية اللي انا هسوي فيها. ومسكت بقى يعني قعدت حمرتها كده في معلقتين زيت زي ما انتوا شايفين. بصوا اخدت لون جميل ازاي، الله بسم الله ما شاء الله، حلوه حلاوه يا ولاد، مش قادره اقول لكم، ولا الريحه تجنن والله. لا الخلطه دي يعني فظيعه فظيعه في الحلاوه فعلا، جميله جدا جدا. وده هيبقى صوص الخلطه اللي هتستوي فيها الفرخه، ده هيبقى صوص بقى في الاخر، تحطوه على الرز، تغمسوه روعه. ونسيت اقول لكم كمان على ليمونتين، كل فرخة الخلطة دي تعصري عليها ليمونتين. ومادام في ليمون ما تكتريش الملح، هي معلقة ملح صغيرة مليانة، بس معلقة صغيرة، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة زعتر، نص معلقة قرفة، بس كده. كلهم يتضربوا مع بعض في الخلاط في الكبة، ما عندكيش لا ده ولا ده، وبشوريهم هتطلع النتيجة زي الفل. قرن فلفل احمر على قرن حامي اخضر على قرن رومي، وفصين بالظبط فصين توم وبصلايه، واضربيهم بقى في الخلاط او في الكبة. الخلطة دي جميلة جدا جدا، هتشوفي هتبقى عاملة ازاي. خلاص حمرناها واخدت لون من الناحية دي ومن الناحية دي، على كل ناحية بتقعديها يا دوب دقيقتين بس، تاخد لون حلو كده. ورصيتهم في الصينية، وهروح طشاهم بقى بالسمن ولا الزيت اللي انت هتحمري فيه، وشمي الريحة بقى جميلة جمال، روعة روعة. بس ودخليهم الفرن على الرف الوسطاني لمدة ساعة، وهتخرج بقى مش قادرة اقولك بقى، تحفة تحفة صدقيني. بس كده لا، لازم نعمل شوية خضار وحبة رز بشعرية. بص يا ستي، كنت لسه بقى اتحى الزبدة بتاعتي، جميلة زبدة بقري حلوة، بصوا مرملة وشايفين الجمال. كنت اتحاها الصبح، يعني مسيحاها الصبح وقدحتها. خدت منها معلقتين كده على معلقتين زيت، وسخنت الطاسة بتاعتي، ورحت نازلة عليهم ببصلاية متوسطة متقطعة مكعبات، وكم تقليبة كده. ورحت كان عندي حتة لحمة مفرومة، يعني بالكتير أو بتاع 150 جرام، هي قليلة يعني تقولي تمن أو أكتر من التمن شوية، يعني هي حاجة بسيطة يعني. وقلب قلب كده في بعض، ورحت نازله عليهم بشويه ملح على شويه فلفل، هي دي البهارات، ما تكتريش بهارات عن كده، بس ملح وفلفل، تشمي احلى ريحه وتاكلي حاجه كده طعمها جميل. ما تكتريش بهارات ارجوكي في الاكل، ما تضيعيش طعم اكلك. وتقريبا اتعصجت، نزلت ميتها وشربت ميتها وخلاص اتعصجت ولونها بقى جميل كده. رحت نازله بالقوطه بتاعتي اللي انا مصلصلاها، وقلبتها تقلبتين. وما تنسيش معلقة السكر، معلقة السكر دي بتخلي الصلصة بتاعتك ما تخليهاش مززة وما تعملكيش حموضة، وبتبقى جميلة قوي. ولحلحتها كمان بشوية مية كمان، بس كده. واول ما تسبكت واطمنت ان الصلصة اتسبكت، الصلصة بتاعت البسلة يا ولاد لازم تسبكيها، ما تقوليش احط ده مع ده،
لا، لازم تسبكيها وتطمني. رحت نازله بالبسله، غلت غلوتين كده، رحت نازله ايه بجزرتين متخرطين، لان الجزر بياخد سوى اقل من البسله. بس كده، وسبتها شويه، خلاص استوت وبقت زي الفل، وطفيت عليها. بعد ما طفيت عليها كنت محمره بطاطسايه مكعبات صغنن كده، رحت حطها على الوش وغطستها في الصلصه وسبتها زي الفل. خلاص بصوا بقى الصينيه خلاص استوت، وطلعتها من الفرن عامله ازاي، روعه، ريحه وطعم جنان، واللحمه بتاعتها زي الزبده زي الزبده، بسم الله ما شاء الله. يلا يا ولاد بقى ادعوا لي دعوه حلوه كده، عشان انا كنت عندي برد وتعبانه حبتين يعني. ونقول الدعاء بتاع سيدنا الخضر بقى، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمه فمن عند الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم دمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا واخره، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الاذيه، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واسترها معانا دنيا واخره، وارزقنا برزق عيالنا، وافتحها في وشنا، ووسع أرزاقنا، ويسر أحوالنا، وسهل علينا الأيام الصعبة يا رب، وارحمنا برحمتك يا كريم، وكرمنا واسترها معانا دنيا وآخرة يا رب العالمين. اللهم آمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.